الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتحدث اليوم أيها الإخوة الأفاضل في حديث قصير عن فضل شهر شعبان، هذا الشهر الذي نسب للرسول صلى الله عليه وسلم فسمي بشهر الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المصطفى كان يكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم، من صيام وصلاة وقيام وذكر لله عز وجل وصدقة وبر وإحسان. فكانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم، وكان أكثر صيامه في شعبان. ثانيا، هذا الشهر الكريم هو شهر حول الله جل وعلا فيه قبلة المسلمين من بيت الله، من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. فارتبط هذا الشهر بحدث تاريخي، وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي اهتماما خاصا لهذا الشهر الفضيل، فشحذ همم المؤمنين والمسلمين إلى التزود بالطاعات وترك المنكرات، فلا يسبح العبد المؤمن في غفلته في هذه الحياة. فقال في الحديث الصحيح: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أكتفي بهذا أيها المؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم إلا أيها الإخوة الكرام يفتايس القيمة والاهتمام الشهر من شعبان. ناس أهل العلم شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر لخطب شبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى كثير هي الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل. ومن عائشة أنا بثلاث تنادي له شبه النبي صلى الله عليه وسلم يتصوصوا أمس نقاري الحياة يسوي الفطرة إلا في بعض الأحيان يتقوي 80 في الدار أمس نقاري تصوصوا مالا، ولكن يتكثر الصيام النافلة، صيام التطوع، يتقرب رب العالمين من خاطر عبادة الصيام أكثر في هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان. لاسم ناس شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رجب هو شهر الله الأصم. شهر شعبان هو شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يلي شهر رمضان الذي هو شهر الأمة، شهر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جميل تكثير شهر النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال الصالحة
هي الصيام، هي الصلاة، هي الصدقة، هي البر، هي الإحسان، ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. يتبين غير إوكنا التأسيس، إوكنا نمتثل هل تشابه وشبع النبي عليه السلام هي الأعمال النار أن تحرم الغفلة، أن تحرم الجلالة، أن تحرم الشغلانة لعيوب الناس، أن يزين على ربي يزيد يخبر، أن ينشغل العيوب بناس. لأن قال الحديث ذاك شهر بمعنى عن شعبان، ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يسبحون في غفلاتهم، كثير من الناس لا يعطون ولا يقدرون هذه الأوقات وهذه الشهور وهذه النفحات الربانية قدرها. ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. علاش النبي عليه السلام راه يبين العظمه القيمه تاع هذا الشهر، تاع الاعمال الصالحه في شهر شعبان. ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. وحنا نعرفوا الجدود تاعنا، الجدات، النساء اللي ماشي قريات تلقاها تصوم راجل، تزيد تصوم شعبان، تزيد تصوم رمضان، تلقاها تسبح ربي سبحانه عز وجل من الصباح إلى المساء، لا تشتغل ولا تنشغل باللهو والغفلة وكثرة شهادة الزور والغيبة والنميمة، وإنما كانت تذكر الله عز وجل صباحا ومساء. كانت العجوزة فينا تشد السبحة، كانت تشد السبحة تجيب الفدية 70,000 مرة، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت تقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مدد كلماته، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا عجائز، عجائز استمرار لم تهضر ترى الغيبة والنميمة كيما احنا. عجائز كانت تقعد في الدار لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، تخرج برا سافرة عاطرة مترجلة، كانت تقعد في الدار وتصوم وتسبح وتجيب الفدية تاع 70,000 مرة 75,000 مرة تاع توحيد الله تبارك وتعالى. على جال هذاك الزمان هذاك الطريطيع كانت الرحمة كاينة، لحية كاين، الخضر كاين، كلش كاين. هذا هو العباد كان ما يغفلوش عن طاعة الله. ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. أما احنا في الزمان هذا يصبح على ما تسمديت ولا شوية تساني ثاقل دورتيس ولا شوية شران العيوبيس ولا شوية يتمثينا الزكاة ولا المراقبة ولا الحساب ولا الصراط ولا الميزان ولا صحائف الأعمال. ذاك الشهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. علاش النبي عليه السلام كان يكثر من الأعمال الصالحة، وهو الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. الشهر تاع شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ربما كباقي الشهور وكباقي الأيام، ولكن النبي عليه السلام أشار إلى أن الله عز وجل يحب أن يرى عبده طائعا في هذا الشهر الكريم، في شهر شعبان الذي هو تدريب عملي لاستقبال شهر الصيام. كيف الإنسان يطرد شوية روحه تدرب نقص الغيبة والنميمة، سبح ربي عز وجل، قرأ القرآن، اذكر ربي، شوف العيوب تاعك، شوف الأمور تاع دارك، تاع بيتك، تاع زوجتك، تاع بنتك، إلى غير ذلك من الأمور.
يعود الإنسان الذي وقع على ربه اللي في القلب. ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي عليه السلام قال كي يحمله الشهر من شعبان على غير من الشهور كما جاء في السنن، ترفع الأعمال إلى رب العالمين الخميس والاثنين. النبي عليه السلام يقول أحبيت لي رفع رب العالمين عن طريق الملائكة أنا أكون صائم تشهد عليا وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالعبرة أيها الإخوة حينما نتذكر هذه النفحات الربانية، هذه الأشهر الشهور اللي هي مقادير الأعمال والآجال باش الإنسان تتزود في وقت العباد تتزودان، وخير الزاد التقوى طاعة ربي عز وجل. ثم تاريخيا ربي عز وجل يحول قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة الشريفة في هذا الشهر. هكذا قال المفسرون: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قبلة المسلمين في الأول كانت للقدس. للأسف الشديد القدس يهود المسلمين كان فرضا لتحرير بيت المقدس القدس اللي هو أمانة في عناقهم تاع المسلمين، أو للقبلتين وثاني الحرمين. مسجد قال فيه النبي عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، من بينها بيت الله الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. للأسف إذا ربي حول القبلة البيت المقدس البيت الله الحرام في هذا الشهر الفضيل، في شهر شعبان. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسدد خطانا وأن يوفقنا لعمل الصالحات ولترك المنكرات، إنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. كبعض الأمانات الناس تقول الدعاء واحد عم يريد يعني بالبارك إن شاء الله نتعبوا، الله يوفقوا، الله ينجحوا، الله يستروا، الله يثبتوا، الله يستر وينجح ويثبت كامل الناس يعلموا لهم يعلموا يعني الامتحانات. ربي يشرح يثبتهم، ربي يشرح يوفقهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ذنوبنا انك نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.